إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. دايما النفاق من الأدنى للأعلى. تخيل كده حضرتك، يعني ليه ما تقالش مثلا، يعني ليه لم يذكر المولى عز وجل إن الظلمة القتلة الفجرة في الدرك الأسفل من النار، وهم إن شاء الله في النار، ولكن إن لم يتوبوا يعني. لعظم النفاق، وأقوى أنواع النفاق وأخطر أنواع النفاق بالدين. أنا عايز أقول لحضرتك، بعيدا بقى عن المقدمة دي، كنت بشوف كده أحد الشيوخ في المملكة العربية السعودية بيتكلم وبيقول إيه؟ إن اتفاقية الطيران بتمنع إن الطيارة وهي معدية فوق سماء المملكة إن أي راكب يشرب خمر. والله زي ما بقول لك كده. وإن حصل مرة واقعة وحب راكب يشرب خمر وشرب الخمر، فالطيار كلم السلطات في جدة والطيارة نزلت وسلموا الراكب. تعال اسمع ما تقوم به المملكة العربية السعودية من أنها لا تسمح للطائرات الأجنبية عندما تمر فوق أجواء المملكة العربية السعودية بشرب الخمور. تعلمون هذا أو لا؟ هذا تفعله السعودية بمعاهدة هيئة الطيران المدني العالمي، تمنع شرب الخمور في الطائرات الأجنبية أثناء مرورها فوق المملكة. وقبل 3 سنوات مرت طائرة أجنبية فوق المملكة وأبى أحد الركاب إلا أن يشرب، فأخبر بأننا فوق المملكة ولا يسمح لك بالشراب، فرفض. فاتصل الكابتن بالسلطات الأمنية في جدة، وهبطت الطائرة في جدة وسلمت الراكب إلى السلطات وأقلعت. يعني سؤال هو دلوقتي الخمر بيتشرب في الجو وفي البحر وفي الارض وفي كل مكان يعني، والقمار بيتلعب، كل حاجه موجوده. ولكن السؤال يعني، هذه القصه الخزعبليه لما يقولها شيخ، طبعا القصه غير حقيقيه بالمره، ولا في اتفاقيه طيران ولا في الكلام ده خالص 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 نهائي. هو السؤال يعني طياره معديه فوق المملكه العربيه السعوديه، واحنا تحت في الارض، عندنا رادار في راكب في الرحله 444 القادمه من نيويورك الى جاكرتا، وفي راكب في مقعد رقم كذا بيشرب خمر، يا لو سمحت يا طيار انزل. ايه احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ هو احنا رحنا لفين؟ واللي يخلي القصه، طبعا القصه دي من تاليف وتلحين قائلها، ليس لها علاقه بالحقيقه ولا بالاتفاقات ولا الكلام ده خالص نهائي يعني. ولكن السؤال،